السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من مهاجم الأهلي. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن مباراة مصر والسنغال غدا بإذن الله في نص نهائي بطولة كأس أفريقيا 2026. هكلمكم طبعا على تشكيلة المباراة ان شاء الله. الحمد لله جات لنا تشكيله المباراه بتاع بكره باذن الله. بلس كمان هنتكلم على اكذوبه اللي طالعه الاعلام بيتكلم فيها او بعض المواقع بتتكلم فيها او حتى السنغاليين بيحاولوا ان هم يروجوا ان كعبهم عالي على المنتخب المصري في اخر فتره. هنشوف الكلام ده مظبوط ولا كلها اكاذيب. اول حاجه التشكيله يا جماعه يعني ما كانتش محتاجه ان انا اجيبها لكم، هي التيبيكال التشكيله اللي انا جبتها لكم قبل مباراه المنتخب المصري مع كوت ديفوار. محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه ليبرو حسام عبد المجيد، على يمينه ياسر ابراهيم، على شماله رامي ربيعه، هاف ليفت احمد فتوح، هاف رايت محمد هاني، في نص الملعب مروان عطيه وحمدي فتحي، امام عاشور، وقدامهم محمد صلاح وعمر مرموش. لكن التركية الزياده المره دي اني هتشوف شكل هجومي حتى لو مش هجمات مرتده، هتشوف تدرج هجومي للمنتخب المصري في المباراه دي اكتر من المباراه اللي فاتت، حتى لو مش هجمات مرتده. يعني مش هنعتمد بس على الهجمات المرتده، في تعليمات ان يكون في تعليمات هجوميه للمنتخب المصري لو حصل في اي وقت من اوقات المباراه تراجع للاعيبه السنغال او للمنتخب السنغالي، لان المنتخب السنغالي عنده القدره ان هو يقف على الكوره، ما يستعجلش، ما بيهاجمش، ما بيندفعش هجوميا لو لقى الفرقه اللي قدامه واقفه في منطقتها. ده بالنسبه للتشكيله. وبالنسبه لتوقعي غدا باذن الله ان شاء الله انا متوقع بنسبه كبيره جدا ان شاء الله هنكسب بكره وهنعدي المنتخب السنغالي، وان كانت مباراه بكره هتكون اصعب علينا من مباراه كوت ديفوار. بالنسبه بقى لاكذوبه ان المنتخب السنغالي كعبه عالي على المنتخب المصري، انا الحقيقه مش عارف ايه مصدر المعلومه ديت وليه بيتم الترويج ليها. وطبعا المنتخب السنغالي واعلامه بيستغلوا حتى لاعبيه بالفيديو اللي هم عملوه. حضراتكم لما تشوف الفيديو اللي منشور ده تعرف ان المنتخب المصري لازم يكون عنده حميه على بلده، وهو حتى الموضوع منتشر بالكذب. يعني هو مش حقيقه ان المنتخب السنغالي كعبه عالي على المنتخب المصري. لما تيجي تشوف الاحصائيات هتلاقي ان في 86 السنغال كسبتنا 1-0، في 2002 في 2000 احنا كسبنا السنغال 1-0 عن طريق حسام حسن بالمناسبه، في 2002 كسبونا السنغال، في 2006 احنا كسبنا السنغال 2-1. يبقى كده مباراتين قصاد مباراتين. في 22 كاس افريقيا احنا تعادلنا 0-0، وفي تصفيات كاس العالم احنا اتعادلنا 0-0. وزي ما اتكلمت الحلقه اللي فاتت ان يا جماعه احنا كنا في ارض واسوأ مستوياتنا يمكن عبر تاريخ المنتخب المصري في خلال السنين اللي فاتت من بعد مجموعه كابتن حسن شحاته، ومن بعد 2013 مفيش منتخب مصر. احنا بنقدم اسوأ اداء في تاريخنا، ومع ذلك في 2022 السنغال ما قدرتش ان هي تكسبك في تصفيات كاس العالم، ما قدرتش السنغال ان هي تكسبك. اتعادل معاك وكسبك ضربات جزاء ولعب معاك اكسترا تايم، ما قدرش ان هو يكسبك في خلال 120 دقيقه وانت في اضعف مستوياتك، ما قدرش المنتخب السنغالي ان هو يكسبك. فبالتالي احنا النهارده لا، مستوى المنتخب المصري افضل، تاكتكس افضل، لياقه بدنيه افضل، اللعيبه في انسجام وهارموني ما بينها افضل، الاسامي حتى على مستوى كواليتي الاسامي اللي موجوده النهارده والهارموني بتاعها مع بعض افضل. الثقل بتاع المنتخب المصري والكريدت واللعيبه اللي عندها خبرات كبيره من ناحيه الخبرات افضل، كل ده احنا افضل. فبالتالي انا ما اعتقدش ابدا ان المنتخب السنغالي قادر ان هو يجتاز المنتخب المصري بكره، خاصه وان السنغال مش في البيك بتاعها. السنغال من سنتين وثلاثه واربع وخمس سنين كانت في البيك، النهارده لا، في فرق في افريقيا اقوى من السنغال. النهارده بتكلم نيجيريا اقوى من السنغال، في وجهه نظري ان كوت ديفوار كانت اقوى من السنغال. قد تكون كره السنغال اجمل، لكن فعاليه على ارض الملعب هم قوي جدا، لكن في فرق اقوى منهم. فخلينا ان شاء الله نتفائل بكره باذن الله. المباراه الساعه 7 ان شاء الله، وانا متفائل جدا ان المنتخب المصري قادر على اجتياز السنغال بكره، وان احنا نقابل المغرب او نيجيريا في النهائي، وان شاء الله يكون المنتخب النيجيري. انا اتمنى والله، انا كنت اتمنى لو انا مش موجود المغرب هشجع المغرب، لكن في وجود المنتخب المصري اتمنى ان احنا نقابل نيجيريا ما نقابلش المنتخب المصري، هتكون المهمه اسهل كتير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.